ليه في العصر الحديث انت لازم تسعى انك تكون انسان عصر النهضه؟ اولا كده ايه المشكله اللي موجوده عندك حاليا عشان تخليك تسيب انسان العصر الاي اي الحديث وتتجه انك تكون انسان عصر النهضه؟ اولا كده انت بتحس بالتعب رغم انك ما بتبذلش اي مجهود. ثانيا بتحس بارهاق عقلي وذهني كبير رغم انك لا بتقرا ولا بتدرس دراسه عميقه ومكثفه في شيء معين، حتى لو كنت في جامعه مرموقه. بتحس بخمول زياده واحساس بانك عايز ترتاح رغم انك لم تبذل اي مجهود شاق، رغم ان اللي وراك دول بذلوا مجهود شاق جدا ومع ذلك لم يشعروا بالتعب اللي انت شاعر به حاليا. بذلوا مجهود ذهني ولم يشعروا بالبرن اوت ولم يشعروا بالتعفن الدماغي اللي موجود عند حضرتك. علشان كده بقول ان احنا لازم نسعى ان احنا نكون انسان عصر النهضه. طب اولا مين هو انسان عصر النهضه؟ في القرن ال14 كانت الكنيسه محتكره كل شيء تعليمي، كانت محتكره الكتاب المقدس، وان التفسير يجي من رجال الدين فقط اللي موجودين في الكنيسه. العلم والكتب كانت نادره جدا لحد ما حدث شيء سنه 1453 وهم دخول العثمانيين بيزنطة واحتلالهم للقسطنطينيه وتدمير القسطنطينيه بالنسبه للبيزنطيين. البيزنطيين خدوا بعضهم وهربوا، خدوا معاهم مخطوطات ارسطو وكتب افلاطون وكتب الطب والهندسه والفلسفه، وشويه شويه بدا الغرب يكتشف ان في علم هو ما كانش يدركه تماما، وان هو كان تحت سيطره الكنيسه، وكان اي قرار يتاخد من السلطه هو قرار الصواب، وكان اي علم يخرج من السلطه هو العلم الصواب، وكانت هكذا تسير الحياه لحد ما ظهرت الطبع. بدا العلم ان هو ينتشر، بدا بقى في عصر تسوده السيطره الكنسيه الكاثوليكيه وتسوده ايضا احتكار للمعرفه. بدا الناس تجمع في معلومات بقدر هائل جدا، وده اتسمى برجل عصر النهضه. رجل صفاته كالتالي: رجل يحاول ان يهرب من القمع الفكري، رجل يحاول ان يهرب من الاحتكار المعرفي، فكان يحاول ان هو يكون كل شيء. فمثلا ناخد ليوناردو دافنشي، واحد من اعظم رجال عصر النهضه، وهو وجاليليو وغيره يعني من الناس كانوا عباقره بحيث التنوع المعرفي. التنوع المعرفي دي من اهم سمات رجل عصر النهضه. دافنشي مثلا كان يعرف في التشريح، في الطب، في الهندسه، كان مسيحيا متدينا في ايطاليا، وكان يعرف في تخصصات كتيره جدا. وكان الدافع ورا دافنشي ان هو كان مولود بغير شرعي في مدينه متحفظه دينيا، وكان بالنسبه لهم ده عار كبير جدا، فكان لازم يثبت نفسه. فانت في عصر الاي اي، العصر الذي اعتمدنا فيه بشكل كبير جدا على الذكاء الاصطناعي والتوليد الاصطناعي، انت لو بقيت رجل عصر النهضه ستكون مميز، وده اللي انا بحاول اكون اسعى ليه. عشان كده بعمل الفيديو شبه عهد اوديسيوس كده معاكم، ان انا اوعد نفسي امام فئه كبيره ان انا احاول في السنه الجديده ان انا اكون رجل عصر النهضه. رجل عصر النهضه عنده تنوع معرفي عالي، يقرا في الفلسفه ويدرسها، مش شرط ان هي قراءه عابره او مجرد هوايه، يقرأ في العلم، يقرأ في الدين، يقرأ في الفن وفي التاريخ وفي العلوم المختلفة وغيره، وبيعمل حاجات انت قد تراها انها بقت عديمة الفايدة في العصر بتاع الذكاء الاصطناعي. هتقول لي زي ايه يا ابولا؟ مثلا اقول لك شبه الرسم، حفظ المعلومات من على ويكيبيديا، ماشي، والكتابة، كتابة المقالات والقصص وكتابة الشعر. انا عارف اللي بيتقال في دماغك دلوقتي، تقول لي يا ابولا انا هفتح شات جي بي تي اقول له اكتب لي قصيدة عن كذا، هيكتب لي قصيدة عن كذا، هيكتبها احسن مني لان انا مش موهوب مثلا في القصائد. انا موهوب في القصائد الله يخليك، مع ان الموهبة دي شغل افتكاسات، هي كلها شغل جينات وتدريب يعني. والرسم هتقول لي ليه ارسم بما ان الذكاء الاصطناعي اقول له اي صوره تخيليه وهيرسمها وينشئها بشكل افضل مني؟ ليه احفظ والمعلومات موجوده على شات جي بي تي اقدر ان انا استرجعها في اي وقت؟ احنا بنعمل الحاجات اللي بيعملها الاي اي علشان الحاجات دي اللي بتخلينا انسان، الحاجات دي هي اللي بتحرك انسانيتنا، بتخليك انسان حقيقي مش انسان معتمد على شيء. وكان برضو من صفات رجل عصر النهضه ان هو عنده كتله بدنيه قويه جدا، دي يعتبر هيكون التحدي الصعب بالنسبه لي. كان في اطروحه عملها واحد اسمه جيوفاني بيكو، الاطروحه دي كانت من ضمن 800 اطروحه طرحها في الكنيسه يعني. قال لك هو ما شاء الله بالنسبه يعني هو كان مسيحي وكان حاطط الاطروحه دي كنسيه، فكان معتمد على سفر التكوين يعني في اطروحته. قال لك ما شاء الله ادى لكل حيوان طبيعه محدده، ادى للكلب ان هو يكون كلب، وادى للاسد ان هو يكون اسد. قالوا له قال لهم ماشي، قال لهم بس الانسان ربنا ما حطتلهوش طبيعه محدده، ربنا حاطط له نماذج اصليه، وقال له برضه ان انت هتكون على صورتي ومثالي، يعني هتكون شكل يعني في الصفات وكده. قالوا له قال لهم كده يبقى الانسان له حق ان هو يكون اي مستوى او يحدد لنفسه اي طبيعه محدده. قالوا له بعدين قال لهم في 3 طبائع ربنا حطهم في الانسان، ده بالنسبه لكلام جيوفاني بيكو. الطبيعه الاولى هي طبيعه الخمول، ان هو اللي هو الكسل، يعني ان هو يكون اهم حاجه عنده الاكل والنوم. ثاني طبيعه الطبيعه الحيوانيه اللي هي طبيعه البحث عن الغرائز، الشهوات، الاكل، الافتراس، التفكير الغرائزي وليس التفكير العقلاني. الكلام ده قديم جدا خلي بالك. ثالث مستوى المستوى الالهي اللي هو ربنا حط صورته فيه. المستوى الالهي المستوى الملائكي هو المستوى الابداعي اللي فيه ابداع، فيه تشغيل دماغ، فيه شغف، واللي بيطلع الناس اللي بتسعى والناس المفكرين والمبدعين والفلاسفه. فاحنا ناخد المستوى الالهي ومستوى عصر النهضه نقارنهم ببعض
نحسهم هم واحد، لان رجل عصر النهضه كان رجل مفكر، رجل مثقف، رجل به التنوع المعرفي. انا عارف ان دلوقتي كل تخصص بقى تنوع معرفي لوحده، وان زمان التخصصات كانت سهل انك تتخصص في مجال معين، دلوقتي من الصعب جدا تاخد على العديد من السنوات، لكن ما فيش مانع ان يكون في تنوع معرفي من كذا ثقافه، وان احنا نعمل حاجه حتى لو سيئه وحتى لو في ناس تتريق عليها الفيديوهات دي. دافنشي لو كان عارف مثلا ان في حد هيطلع على تيك توك ويتريق على لوحه العشاء الاخير او يعملوها بشكل كاريكاتيري ساخر وكان اتاثر بالكلام ده، اعتقد ان هو ما كانش رسم اشهر لوحته او ايا كان الموناليزا او غيره. فليه ما نتبعش بقى التطوير الذاتي وكتب التنميه البشريه، كتب التطوير الذاتي الحالي، ونتبع اسلوب عصر النهضه ونكون انسان عصر النهضه؟ لان الاسلوب الحالي المتبع بيركز على 3 نقاط فقط، شال منهم مبدا الانساني. قال لك ازاي تدور على فلوس، كل الكتب المتاحه دلوقتي يعني تقول لك ازاي تدور على فلوس وتعمل فلوس ضخمه وكده، وغالبا يعني الكتب دي ما بتكونش صالحه لكل الظروف وكل البيئات. ازاي تعمل علاقات كويسه، وازاي يكون شكلك حلو وجذاب وكاريزما، صفات خارجيه عشوائيه لا تدعي لا يعني تصف الانسانيه بصفه. عشان كده اسلوب عصر النهضه من نتائجه هتخليك تحصل على شكل جذاب، وهتخليك تعمل علاقات كويسه، وهتخليك تحصل على ميل. انت بتدور على دول من غير ما يكون عندك الصفات اللي تسمح لك انك تكون دول. الصفات اللي هتسمح لك انك تكون دول هم صفات عصر النهضه. في شويه صفات كده هنحاول اشتغل عليهم الفتره الجايه، ده عهد اوديسيوس بيني وبينكم. قراءه الكتب الممله، الكتب اللي كبيره، نقعد نقرا في الكتب ونكتب كتير. تقول لي كتابه ايه يا ابو لما الذكاء الاصطناعي؟ انت تاني بقى نكتب مقالات يوميه واسبوعيه. زمان كان المقاله هو اسلوب من اساليب حل المشاكل، عايز تحل المشكله اكتب، لانك لما تفرغها بتقدر انك تستنتج حاجات وكده. ثالث حاجه انك تعمل مراجعه لفيديو او كتاب انت اتفرجت عليه او كتاب انت بتقراه. يعني تقول لي ما الذكاء الاصطناعي ممكن نلخصه له يعمل مراجعه، لا انت لخصه انت بايدك. بص انا كاتب اصلا المعلومات في ورق عشان ما استخدمش تاب، يعني ممكن اكتب السكريبت على تابلت واطلع اقوله، لكن فضلت انه يكون عشوائي، مايند مابس كده عشوائيه، وانا احاول استنتج وانا قدام الفيديو. رابع حاجه حاول انك تكتب قصائد شعريه. انا عارف الموضوع صعب ان هي موهبه، لا مش موهبه ولا حاجه، يعني حاول تكتشف النمط البتر، تجيب قصيده واكتشف النمط كان بيعمل ايه وحاول تقلده. البدايه هتكون تقليد، المره الجايه هتكون تقليد وانت ضفت حته، المره اللي بعدها لحد ما توصل انك تكون كتبت قصيده كامله من دماغك من غير ما تحتاج الى معارف سابقه، عارف اهم حاجه تراكم المعرفه. وتعلم آلة موسيقيه جديده، ده فعلا انا بسعى للموضوع ده، بحاول ان انا اتعلم آلة موسيقيه جديده. وحاجه صعبه جدا الفتره دي وصعبه عليا انا شخصيا كمان، اننا نحاول ما نستخدمش الآلة الحاسبه ونحسب بدماغنا الارقام البسيطه، حتى هو 80 زائد 60 زائد 100 على 12، نحاول نعمل ده فعلا، ان ده بيرجع دماغنا تشتغل. ندرس الفلسفه والمنطق، نجيب فعلا نقرا في الفلسفه ونقرا في المنطق، ما تقولش ملهاش لازمه. تقرا التفكير المنطقي، ازاي نفكر بطريقه منطقيه، ازاي ما نقعش في التحيزات الشخصيه مثلا، ازاي ما نقعش في المغالطات المنطقيه، ويكون في نشاط بدني قوي. انا بحاول اعمل الحاجات دي صراحه. واهم شيء بقى وقد تجده غريب جدا، ان احنا ندون ملاحظاتنا عن الطبيعه اللي حوالينا، ان احنا قاعدين كده ونبص للشمس مثلا، نبص للحيط، حتى نبص للطبيعه، لا الطبيعه، نبص للفرخه، نبص للديك، نكتب ملاحظات حتى لو بدائيه، حتى لو تشات جي بي تي عارفها، حتى لو اتعرفت من سنه 634 قبل الميلاد وان ارسطو عارفها وانت بالنسبه لك جاهل، ولو كتبت الملحوظه دي هتبقى جاهل، واي حد هيتريق عليك يقول لك الملحوظه اللي انت كتبتها التافهه دي ازاي ده؟ ايه ده انت ليه عديت كام ريشه في الفرخه؟ انت بتعمل كده ليه؟ لا حاول تكتشف الطبيعه من البدايه خالص، كانك انت اول انسان جه على الارض. حاول تكتب قصص وروايات، وحاول تحط فيها مشاكل وتحلها. دي مش مشاكل حقيقيه، بس تعود مخك ان هو يحل المشاكل والمعضلات. يعني مثلا في روايه كنت شغال عليها اسمها مجنون بيل، حط فيها معضلات اخلاقيه كبيره جدا، معضلات عن الموت وعن يعني نختار انهي مبدا اخلاقي وحاجات كبيره جدا. حاول تتابع العربيه الفصحى عشان تظبط النطق اللغوي عندك والمصطلحات اللغويه عندك، تقدر انك تكتب قصيده عربيه وتقدر انك تنطقها بالملافظ العربيه بتاعتها. غالبا يعني هي دي الحاجات اللي ممكن تخليك رجل عصر النهضه. وافتكر ان عادي لو ما عجبكش رجل عصر النهضه، حاول انك تكون رجل للاي اي، رجل بتاع اي عادي، بس ما تخليش الاي اي هو اللي يسيطر عليك في المستقبل. زي ما العماله الطاعون جه وقتل العماله، خلى الفلاحين يكتشفوا ان هم ليهم قيمه في المستقبل، لما البشر كلهم ما يبقاش في ذاكره، ما يبقاش في دماغ، ما يبقاش في ناس بتقرا، الناس اللي بتقرا رغم وجود الاي اي، الناس اللي لسه بترسم رغم وجود الاي اي، الناس اللي لسه بتكتب شعر وبتكتب قصائد وبتغلط، الغلط الانساني او الخطا هو اللي هيكون مطلوب مش المثاليه. احنا دلوقتي بنسعى للمثاليه، لكن لا، في المستقبل المثاليه هتكون كتيره جدا 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 جدا، فقيمتها هتكون قليله. احنا بقى هنكون محتاجين نرجع لزمان. دلوقتي بقى هيبقى في افلام كتيره جدا معموله كلها بالذكاء الاصطناعي، فهنزهق، هنكون محتاجين الخطا البشري، هنكون محتاجين المسارح اللي ندفع لها تذاكر ونخشها ونشوف الناس ممكن تغلط في نص معين، مش كل حاجه مظبوطه بالملي، لان احنا لما الحاجه بتكتر ايا كان حلوه او وحشه قيمتها بتقل، ونكون محتاجين لشيء تاني. غالبا ده اللي هيحصل في المستقبل، يعني هنكون محتاجين للخطا البشري، هنكون محتاجين لقصائد فيها اخطاء، هنكون محتاجين. انا مش بقول لك كده عشان تكتب قصائد فيها اخطاء، بس بقول لك عشان عايزين نرجع السمه الانسانيه اللي جوانا.